بسم الله الرحمن الرحيم. هنرجع تاني لجزء دكتور علاء وهنكمل الادرينرجيك اجونست دراج. كنا خدنا في الادرينرجيك اجونست دراج كذا دراج. كنا خدنا النورابينفرين والابنفرين، خدنا الايزوبرينالين او الايزوبروترنول، وخدنا الدوبامين. الحصه دي هنكمل الادرينرجيك اجونست. اول دواء هنبدا بيه بنسميه الدوبيوتامين. اوعى تلخبط بينه وبين الدوبامين، هتلاقيهم في الورق ورا بعض عشان ما تلخبطش بينهم. الدوبيوتامين ده لما نيجي نتكلم عنه هنقول اول معلومه انه سيلكتيف بيتا 1 اجونست. يعني ايه؟ يعني بيشتغل على بيتا 1. حلو، اول ما اقول لك الدواء بتاعي بيشتغل على بيتا 1، الطبيعي اي دواء يشتغل على بيتا 1 انه بيكون بوزيتيف كورونوتروب، بوزيتيف دروموتروب، بوزيتيف اينوتروب. يعني بيزود الهارت ريت فيعمل تاكيكارديا دايركت، بيزود التوصيل، بيزود الكونتراكشن. حلو. قال لك الدوبيوتامين هو اكسبشن في ايه؟ في حته الكورونوتروب. has no كورونوتروب افكت، لكنه له بوزيتيف درومو وله بوزيتيف اينو. ده الحاجه اللي تميز الدوبيوتامين، ان مفيش كورونوتروب. عدم وجود الكورونوتروب ده خلاني اعالج مرض اسمه الهارت فيلير. مش فاهم؟ تعالى نفهم ايه هو الهارت فيلير بحاجه بسيطه كده لحد ما ندرس شابتر الهارت فيلير. الهارت فيلير هو ان القلب مش قادر يضخ الدم. لو رسمنا ده القلب وده الاس اي نود، بعد كده اللي بيوصل الاي في نود، بعد كده هيروح لبركنج فايبر يوصل للوول. مالناش دعوه ببركنج فايبر دلوقتي، المهم انه وصل للوول، ومن الوول ده هنفرض ان هو اللي بيضخ الدم للجسم. حلو. انا عندي هارت فيلير، يعني ايه؟ القلب مش قادر يضخ او يعمل ضغط قوي او كونتراكشن قوي فيطلع كميه كافيه من الدم. يقوم القلب عامل ايه عشان يعوض؟ يقول الجسم للقلب زود شغل الاس اي نود وزود شغل الاي نود، يبقى زود عدد الاتريال كونتراكشن او بنسميها الكهرباء، وزود توصيل الكهرباء للفنتريكل، فخلى عندي الكونتراكشن اوف فنتريكل كتير. الوول كل شويه قاعد يحصل له كونتراكشن، واحد في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس. ده كده الهارت فيلير. يبقى زاد عندي الكونتراكشن والهارت ريت. جميل. طيب ينفع اخد دواء يعالج الهارت فيلير يزود لي الهارت ريت فوق ما هو زايد؟ القلب يتعب ويقف ويحصل له كاردياك ارست. فانا بستخدم دواء الدوبيوتامين لانه هيزود التوصيل ودي حاجه حلوه، هيزود الكونتراكشن بتاع الوول ودي حاجه حلوه، هيزود لي الكاردياك اوت بوت، لكن مش هيزود لي الهارت ريت، فمش هيتعب القلب، فما يحصلش عندي كاردياك ارست. اذا عرفنا ليه بنستخدم دوبيوتامين، وده الاستخدام الوحيد بتاعه اللي بيستخدم في تريتمنت اوف هارت فيلير، وده سؤال امتحان. ما هو الدراج الالفا او الادرينرجيك اجونست اللي بيستخدم في الهارت فيلير؟ هو الدوبيوتامين ونوعه سيلكتيف الفا 1 اجونست. جميل جميل. طيب ناخد معلومه ثانيه، بيقول ايه الكونترا انديكيشن. الكونترا انديكيشن يمنع استخدام الدوبيوتامين في حاله ان عندي اتريال اريزميا. يعني ايه اتريال اريزميا؟ يعني الاس اي نود اكتيفيتي زايده. تمام. بعيدا عن حته الهارت فيلير، انا بتكلم لو قلب عالي عندي اتريال اريزميا او اتريال تاكي اكارديا. يعني ايه؟ زياده في الاكتيفيتي بتاعت الاي سي نود، يعني زياده في الكهرباء. الكهرباء بتزيد انتقالها بالاي في نود، بعد كده تروح للوول. طيب ايه المشكله؟ قال لك انا لو خدت الدوبيوتامين ده هيزود التوصيل، فلو عندي كهرباء زياده الطبيعي انها مش هتتنقل، الاي نود هينقل قد اللي انا محتاجه. لكن انا زودت دروموتروب افكت بوزيتيف يبقى هينقل كله. لما ينقل كله للوول هيزيد عندي الكونتراكشن. زياده الكونتراكشن للوول بتاع الفنتريكل بنسميها فنتريكولار اريزميا. يبقى هو ممنوع في حاله الاتريال اريزميا لانه بوزيتيف دروموتروب هينقل الكهرباء الى الفنتريكل فيحصل عندي فنتريكولار اريزميا. مشكله ان الفنتريكولار اريزميا دي ممكن تؤدي الى ديس. يبقى الكونترا انديكيشن ايه؟ اتريال اريزميا مش فنتريكولار. لكن الاتريال ده هيؤدي الى فنتريكولار اريزميا.
طيب الفنتريكولار اريزميا ده ان شاء الله يؤدي للدس. حلو. نيجي بقى نشوف الميتابوليزم او البريك داون. ميتابوليزم قال لك بالنسبه للدوبيوتامين لا بيتكسر بالماو ولا بيتكسر بالكونت، بيحصل له حاجه اسمها كونجوجيشن. يعني ايه يا دكتور؟ قال لك الليفر في ادويه بيحصل لها ميتابوليزم فيز 1 فيز 2 وفي ادويه بالكونجوجيشن. فيز 1 وفيز 2 نبقى ندرسهم لما نيجي في وقتهم غالبا في الكلينيكال مش هنا. يهمني دلوقتي الكونجوجيشن. الليفر بيعمل ايه؟ الدوبيوتامين ده ماده بتكون انسوليبل ما بقدرش تخرج من الجسم، تروح للليفر، يبقى الدوبيوتامين هيروح لفين؟ للليفر. الليفر يخلي الدوبامين ده يمسك في حاجه اسمها جلوكو يورونيك اسيد. جلوكو يورونيك اسيد. يبقى الدوبيوتامين يمسك في الجلوكو يورونيك اسيد فيتحول الى مركب سوليوبل. المركب السوليوبل ده يقدر يخرج من الكدني. دي فكره الكونجوجيشن. يبقى الميتابوليزم او البريك داون من خلال الكونجوجيشن. ازاي بيحصل له كونجوجيشن؟ مع مين؟ جلوكو يورونيك اسيد. مع فين؟ في الليفر. يتحول الى ماده سوليبل تخرج من الكدني. ده معنى كونجوجيشن. للعلم بالشيء كفارما انا طالب منك تعرف انه بيتعمل بالكونجوجيشن فقط مع الجلوكو يورونيك اسيد. بيتحول لايه؟ بيعمل ايه؟ ماليش فيه. لكن للفهم اللي عايز يفهم ويعرف معنى كلمه كونجوجيشن عشان تقابله في الكلينيكال فده معنى كلمه كونجوجيشن. خلصنا كده الدوبيوتامين وكان سيلكتيف بيتا 1. ندرس بقى شويه ادويه كده سيلكتيف بيتا 2 اجونست. هندرس ايه يا دكتور؟ قال لك هندرس 4 ادويه. اول واحد اسمه ميتو بروتيرنول. بروتيرنول زي الايزو بروتيرنول او الايزو برينالين، لكن هناك ايزو هنا ميتو. حلو او ميتا سوري، ميتا بروتيرنول مش ميتو، ميتا. تاني واحد اسمه تربيوتالين. تربيوتالين ده اللي موجود في الاولفنت الشراب. تالت واحد الريتودين. اخر واحد بنسميه البيوتيرول. او الاسم الكومون بتاعه الصلبة تامول. الفنتال والفنتولين. جميل. ده كده الاربعه دول هندرسهم. هنقول كل واحد فيه ميزه ايه ويتميز عن الاخر بايه وايه السؤال اللي بيجي عليه في الامتحان. اول حاجه كلهم بيتا 2 اجونست. الطبيعي انه كله هيعمل برونكو دايليتيشن والطبيعي كله هيعمل يوترس ريلاكسيشن. ده طبيعي. لكن لما نيجي نركز بقى على كل واحد ودكتور علاء بيقول عليه ايه هنفرق. الميتا بروتيرنول بيكون ايه؟ بيتا 1 يعمل برونكو دايليتيشن، يعالج ازمه، يعالج حاله شبه الازمه بنسميها امفيزيما، بيعالج البرونكايتس. لما يحصل عندي برونكايتس يعني انفلاميشن في البرونكاي بيحصل برونكوسبازم، فانا محتاج حاجه برونكودايليتور. امفيزيما يعني انغلاق في البرونكاي شبيهه شويه بالبرونكوسبازم. وعندي الازمه، والازمه عرفنا انها انفلاميشن وبرونكوسبازم. اذا ده اول حاجه انه برونكودايليتور بيعمل الثلاث حاجات دول. طيب دكتور علاء يقول لك مين كمان برونكودايليتور؟ قال لك التربيوتالين. يقول لك هنا ده برونكودايليتور. جاب تيوزز مش هجيب غير الكلمه دي. البيوتيرول او الصلبتامول كمان برونكو دايليتور. يبقى لو دكتور علاء سأل على كلمة برونكو دايليتور ثلاثة دول ينفعوا. الأزمة امفيزيما برونكايتس واحدة منهم الميتا بروتيرنول. نركز هنا عشان هنا دي كلها تكات. حلو. بيقول لك كمان بما ان بيتا 2 كانت بتعمل فازو دايليتيشن فيزود السكليتال ماسل بلاد فلو. هجيب الكلام ده هنا مش هجيبه في اي حاجه. يبقى لما اتسال على ايه اللي بيزود سكليتال ماسل بلاد فلو ويقول لي بيتا 2 اجونست
هقول له الميتا بروتيرنول. كان في واحد تاني بيزود السكليتال، النورابينفرين والابنفرين في الهاي دوز. كمان كانوا الايزوبرينالين بالبيتا 2 اجونست بنفس الميكانيزم هنا. لكن لما يجيب لي الاختيارات دول هختار منها الميتا بروتيرنول، مش هختار حاجه من دول. نركز. طيب ثالث استخدام حاجه اسمها يوتراين ريلاكسيشن. اليوترس يرتاح وما يحصلش كونتراكشن ويحصل عندي كومبليت ديفلوبمنت الفيتس. طيب حد فيهم كمان هنقول عليه كلمه يوتراين ريلاكسيشن؟ قال لك الريتودين. هنقول هنا يوتراين ريلاكسيشن. جميل. طيب واحد عنده يوتراين ده كده لو سالت في الاثنين. طيب لو جه قال لي بقى مين اللي بيمنع او ارست البريماتيور ليبر، هقول ده هو ارست او بيمنع البريماتيور ليبر. ما هو عمل ريلاكسيشن فيمنع عندي الولاده المبكره. يبقى دكتور علاء من الناحيه الاربعه دول سالني على برونكو دايليتور بس، عندي 3 ينفع. سالني ازمه انفيزيما برونكايتس، ميتا بروتيرنول. سالني على زود سكليتال ماسل بلاد فلو، ميتا بروتيرنول. سالني على يوتراين ريلاكسيشن ككلمه، عندي الميتا بروتيرنول والريتودين. سالني مين اللي بيمنع البريماتيور ليبر، هقول له الريتودين. حلو. طب لو قال لي ازمه وما جابليش الميتا بروتيرنول، كله ينفع، كلهم بيعملوا نفس الاستخدام، لكن دكتور علاء بيحب يميز حاجه عن حاجه. يعني ما كلهم بيتا 2 اجونست، كلهم بيعملوا فازو دايليتيشن، كلهم بيزودوا سكليتال بلاد فلو، كلهم بيعملوا برونكو دايليتور يعالجوا الازمه والانفيزيما والبرونكايتس، كلهم بيعملوا يوتراين ريلاكسيشن بيمنعوا البريماتيور ليبر. لكن دكتور علاء يحب كل حاجه ليها كلمه معينه. جميل. نيجي بقى نشوف اخر حاجه الراوت اوف ادمنستريشن. بقول لك الميتا بروتيرنول مش هتكلم على الراوت. حلو. طيب التربيوتالين ليه 3 راوت. ممكن اخده اورال، ده زي مين؟ زي اولفنت اللي في الصيدليه. سبكوتينيوس حقن تحت الجلد. وممكن اخده انهاليشن. جميل. طيب الريتودين قال لك ببدا انترافينوس ذن، ركز بقى معايا، ذن اورال. طيب الالوبيترول او سلبتامول دكتور علاء بيقول لك انهاليشن. هيجي محمد حناكه ويقول لي يا دكتور موجود منه اقراص في صيدليه، هقول لك حقيقي بنتولين اقراص موجود، لكن دكتور علاء قال لك انهاليشن، يبقى انهاليشن. جميل. اخر بقى حاجه هنتكلم على ان بي. نرسمها هنا في النص، نقول ان عندي ان بي. ايه الان بي؟ قال لك دول بيتكسروا بالماء لكن مش بالكومت. حلو دي. الايزوبرينالين كان لا ماو ولا كومت. النورابينفرين والابنفرين والدوبامين كان بالماو والكومت. نجمع الحاجات دي مع بعض. حلو. طيب انا قلت لك ان اي يوز على اي واحد منهم اقدر استخدمه في اي حاجه فيهم. يعني لو ازمه يبقى كله بيستخدم في الازمه. تعال بقى نركز. قال لك كله بيستخدم في الازمه، ما عنديش مشكله. كلهم انهي ازمه؟ اكيوت ازمه. يبقى لو عندي اكيوت ازمه ميتا بروتيرنول شغال، تربيوتالين شغال، واخيرا ريتودين شغال. لكن اكيوت ازمه مع سلبتامول ما يحصلش. كرونيك ازمه يبقى هنا نقول كرونيك ازمه. يبقى لو اتسالت على كرونيك ازمه مين فيهم؟ الوبريترول او الالبيترول او سلبتامول. اتسالت على ازمه فقط ميتا بروتيرنول. ما لقيتش ميتا بروتيرنول ولقيت اي حاجه من التانيين، يشتغل ازمه يا باشا. لقيت كلمه اكيوت، اي حاجه من الثلاثه دول شغال. بس لو لقيت ميتا بروتيرنول وحاجه منهم تاخد الميتا بروتيرنول، هو الاهم في الازمه. معلش انا عارف انها تلف، لكن دي التكات بتاعت المنهج. هي كده. جميل. كده خلصنا عائله البيتا 2 اجونست. نخش على دواء تاني. دواء موجود في الصيدليات في ادويه البرد اسمه فينايل افرين. ايه بقى قصه الفينايل افرين؟ قال لك والله الفينايل افرين ده بيشتغل بطريقتين. قول يا سيدي. طريقه كنا خدناها في الدوبامين اسمها اندايركت، وطريقه خدناها في الادويه التانيه بنسميها دايركت.
يعني ايه اندايركت عشان نخلص منها؟ لو انت فاكر ومذاكر، ده كان النيورون بتاعي، بيجي الدراج بتاعي اللي هو الفينايل افرين يحفز النيورون يخليه يطلع نور ابنفرين، والنور ابنفرين يشتغل لي على الفا وبيتا. ده فكره الاندايركت. مش مهم قوي لانك تعرف انه بيزود النور ابنفرين ريليز زي ما قلنا في الدوبامين اندايركت. نيجي بقى على الدايركت، زي ما قلنا في الدوبامين يشتغل على الريسبتورز. طب مين الريسبتور اللي بيشتغل على الفينايل افرين؟ قال لك عد معايا، الفا 1 ريسبتور، وبيشتغل على بيتا 1 ريسبتور. قبل ما ابدا عايز اقول لك ان اندايركت افكت ده ليتل، ضعيف. زياده النور ابنفرين اللي هتطلع هتكون ليتل، ضعيفه. شغله على بيتا 1 ليتل، ضعيف. مهمه الكلمات دي عند دكتور علاء. مين اللي بيشتغل ليتل على بيتا 1؟ مين اللي بيشتغل ليتل اندايركت؟ جميل، هو الفينايل افرين. نخلص من البيتا 1 ونقول انها ليتل، فهيديني ليتل دايركت تاكي كارديا. يبقى كده خلصنا اول حاجتين، الاندايركت افكت والشغل على البيتا 1. يجي لي بقى لي الشغل على الفا 1، وهو اللي هنطول فيه شويه. نغير اللون على الالفا 1. طبعا الفا 1 يبقى فازو كونستريكشن. جميل، فازو كونستريكشن. طيب الفازو كونستريكشن دي تعمل ايه؟ زياده في البريفرال ريزيستنس. زياده البريفرال ريزيستنس تعمل زياده في الدايستوليك بلاد بريشر. زياده الدايستوليك بلاد بريشر، ونركز هنا، تعمل ريفلكس برادي كارديا. هنا ريفلكس برادي، وهنا تاكي، بس هنا التاكي ايه؟ ليتل، مش يكاد يكون معدوم، لكن هنا الريفلكس برادي كارديا. طيب حلو، ونركز على ريفلكس برادي كارديا عشان ليها يوز. ده اول افكت. بيقول لك ان الريفلكس برادي كارديا ده مدته 20 حتى 50 منت. ايه لازمه المعلومه دي؟ هقول لك كمان شويه. المهم تعرف ان برادي كارديا هنا مدته تلت ساعه او الى 50 منت. طب تاني يوز او تاني ايه اكشن، بيعمل فازو كونستريكشن. حلو، فين بقى؟ مش اي بلاد فيزلز بس، في البلمونري بلاد فيزلز. فهيزود الضغط الرئوي او اللي بنسميه البلمونري بلاد بريشر، فيزود عندي البلمونري بلاد بريشر. دي مش هناخد لها استخدام قوي، المهم تعرف الاولاني. حلو، نيجي نشوف اليوسس. يبقى احنا عرفنا كده على الفا 1 هيزود الدايستول، يعمل ريفلكس براديكارديا مدته 20 ل 50 منت، وبيزود الضغط الثاني اللي هو البلمونري. على البيتا 1 ليتل تاكيكارديا يكاد يكون منعدم. على الاندايركت افكت بيكون ليتل، فيزود النور ابنفرين يكاد يكون منعدم. نيجي بقى للمهم عندي، اليوزز. نركز. اول يوز بنسميها نوبه، نوبات. يعني ايه؟ باروكسيسمال. باروكسيسمال يعني نوبه. باروكسيسمال ايه؟ اتريال. اتريال ايه؟ تاكي كارديا. يعني ايه الاتريال تاكي كارديا؟ يعني زياده الكونتراكشن في الاتريوم مش في الفنتريكل. يعني عندي الاس اي نود اكتيفيتي زادت، ونوبه يعني فجاه، مش مرض ولا اي حاجه. طيب ليه بعالجها؟ عشان عندي ريفلكس برادي كارديا هيعاكس التاكي كارديا اللي هي باروكسيسمال فجاه دي. طيب هتلاقيني كاتب لك تحتها نوت دراج اوف تشويس. ليه نوت اوف دراج اوف تشويس؟ لان له شورت ديوريشن 20 ل 50 منت. من هو الدراج اوف تشويس؟ هناخده كمان شويه. المهم تعرف انه بيعالج الباروكسيسمال اتريال تاكي كارديا لان له برادي كارديا نوعها ريفلكس مدتها 20 ل 50 منت. ده اول يوز. تاني يوز، نيجي على تاني يوز، بنسميها نيزل ديكونجستنت. بيعالج احتقان الانف والنزيف بتاع النزيف، السيلان بتاع الانف. هتقول لي ايه ده يا دكتور؟ الفينايل افرين في ادويه بارده تلاقيها في الماركت فيها الفينايل افرين. بيشتغل ازاي؟ بنفس الميكانيزم بتاع الفا 1. هيعمل فازو كونستريكشن. طيب نيجي نكتب بس نشرح. فازو الفا 1 هيعمل فازو كونستريكشن لمين؟ للبلاد فيزلز اللي رايحه للنوز. لما يقل البلاد فيزلز اللي هو الغذاء اللي رايح للنوز، فيقل الاكتيفيتي بتاعت النوز، فيقل النازل سكريشن، فيستخدم كنازل ديكونجستنت. نقول تاني، الفا 1 ريسبتور فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز اوف نوز.
اوف نوز، تقل الغذاء اللي رايح للنوز فيقل الاكتيفيتي بتاعه النوز. لما يقل الاكتيفيتي بتاعه النوز يقل النازل سكريشن. جميل، هي دي الفكره. نازل سكريشن قل، فده استخدامه كنازل ديكونجستنت. طيب ركز معايا كده، انا قلت لك هنا انه بيزود الدايستوليك بلاد بريشر، يبقى يعالج عندي الهايبوتنشن. لذلك بعض ادويه البرد يقول لك هل انت مريض ضغط قبل ما تاخدها؟ ليه؟ لانها بتزود الدايستوليك بلاد بريشر بالالفا 1 ميكانيزم. حلو. طيب بالفازو كونستريكشن ده ممكن استخدمه مع اللوكال انستيزيا. مع ايه؟ اللوكال انستيزيا او المخدر الموضعي. مش فاهم. انا ده الجلد اهو، وتحت الجلد ده في شعيرات دمويه، والشعيرات الدمويه دي بتروح للبلاد فيزلز. نفرض ده البلاد فيزلز. انا حطيت اللوكال انستيزيا على الجلد. اللوكال انستيزيا زي ما درسنا اي حاجه تتحط على الجلد يحصل لها ابزوربشن، زي ما درسنا في السيوتكس دوزج 4. لما توصل للبلاد فيزلز او الاول الكابيلاريز ومنها للبلاد فيزلز توصل سيستميك سيركيوليشن للبادي كله، فما بقاش لوكال، اتنقل الى سيستميك. طيب انا اعمل ايه؟ ادي الفينايل افرين، حط عليه فينايل افرين. الفينايل افرين ده الفا 1 هيعمل فازو كونستريكشن، هيصغر عندي، هيضيق عندي البلاد فيزلز اللي تحت الجلد او الشعيرات. لما يضيق عندي الكميه اللي تروح للبادي وتوصل للسيستميك تكون ايه؟ كميه قليله. اذا بنستخدمه مع اللوكال انستيزيا. ولما تبقى كميه قليله اللي راح للبادي يبقى كميه كبيره قاعده تحت المنطقه بتاعتي، فيديني اللوكال افكت او اللوكال انستيزيا. واضحه؟ يبقى الفازو كونستريكشن عملت بيه نازل ديكونجستنت، وعملت بيه اللوكال انستيزيا استخدمته معاها. البراديكارديا عالجت بيها الاتريال زياده الدايستوليك بلاد بريشر عالجت بيها الهايبوتنشن. يتبقى لي استعمال واحد بس عايز تفصيل بنستخدمه في علاج الجلوكوما، ارتفاع ضغط العين. ازاي؟ قال لك والله هو الفا 1. الفا 1 يعمل فازو كونستريكشن. الفازو كونستريكشن يقلل البلاد فلو لفين بقى؟ قال لك تعالى بقى ندرس العين كده. العين لو فرضنا انها دي ودي الايرس، كنا اتكلمنا انها ممسوكه هنا بسيلاري بودي، اتكلمنا عنها في جزء الكولينرجيك، او هنتكلم عنها تاني وتالت، احنا ورانا حاجه. المهم ما يهمنيش ده، يهمني بقى ان السيلاري بودي دي بتتغذى ببلاد فيزلز، ليها بلاد فيزلز يودي لها الدم، وان الوظيفه بتاعه السيلاري بودي ديت انها تطلع السائل اللي بنسميه اكواس هيمر، هيمر. تمام. السائل ده يزيد البرودكشن بتاعه جوه العين، يبقى عندي تجمع للسائل. زياده السائل جوه العين كانت بتزود ضغط العين اللي هو بنسميه انترا اوكيولار بريشر. حلو. ده كده العين الطبيعي بتاعها ان في بلاد رايح للسيلاري بودي، والسيلاري بودي ما دام وصل لها غذاء تطلع الاكشن بتاعها اللي هو البرودكشن اوف الاكواس هيمر، الاكواس هيمر يزود الانترا اوكيولار بريشر. طيب لما استخدمت الالفا 1 اجونست عمل فازو كونستريكشن، قلل البلاد فلو اللي رايح هنا، يبقى يقلل الاكتيفيتي بتاعت السيلاري بودي، يقلل عندي الاكواس هيمورس او الهيمر. طيب لما يقل الاكواس هيمورس او الاكواس هيمر يقل عندي الانترا اوكيولار بريشر، يبقى انا كده عالجت الجلوكوما. جميل. واصله الفكره؟ نفس فكره النازل ديكونجستنت، انا بقلل البلاد فلو اللي رايح للنوز فبالتالي تقل الاكتيفيتي اللي هي النازل سكريشن. هنا بقلل البلاد اللي رايح للسيلاري بودي فيقل الاكتيفيتي بتاعتها اللي هي برودكشن اوف الاكواس هيمر، فيقل عندي الانترا اوكيولار بريشر، فعالج الجلوكوما. حلو، حلو جدا. ما يبقاش حلو ليه؟ نخش على الدواء اللي بعده من ادويه البرد برضه، اسمه ميثوكسامين. تمام. الميثوكسامين بيشتغل على حاجه واحده، الفا 1، فبنسميه سيلكتيف الفا 1. ده سؤال امتحان، اي ريسبتور نوعه ايه وحاجه سيلكتيف سؤال امتحان. ده سيلكتيف الفا 1 اجوست. طيب الاكشن بتاعه ما دام بيشتغل على حاجه واحده
فبيحبها قوي، فبنسميه العاشق الامين. اخوه اللي من شويه الفينايل افرين كان بيشتغل اندايركت وبيشتغل على بيتا 1، فكنا هنسميه العاشق الخائن. اكتب جنبه كده الفينايل افرين اللي فات، العاشق الخائن يعشق الفا 1 ويخونه مع بيتا 1. لكن هنا عاشق امين وبضمير، اكتب كمان وبضمير، هنعرف ليه الكلام ده. عاشق امين يبقى يعشق الفا 1 فقط، وبضمير يبقى هاي افينيتي لالفا 1، يحبها موت لدرجة انه بيعمل سيفير فازو كونستريكشن. من شدة السيفير فازو كونستريكشن الطبيعي انه هيزود الدايستوليك بلاد بريشر، لكن بسبب ان الفازو كونستريكشن فيري سيفير بيزود معاه السيستوليك بلاد بريشر كمان. يبقى العاشق الامين وبذمة وضمير هو الميثوكسامين، يعشق الفا 1 بذمه وضمير لدرجه انه عمل سيفير فازو كونستريكشن، على الدايستول بلاد بريشر ده الطبيعي، لكن معاه مزود السيستول بلاد بريشر. كل ده زياده الدايستول بالذات تؤدي الى ريفلكس برادي كارديا. مدتها كم؟ مدتها من 60 ل 90 منت. ليه بقول لك الكلام ده؟ عكس اخوه كان من 20 ل 50. طيب ده يخليه دراج اوف تشويس في الباروكسيسمال اتريال تاكيكارديا. حلو، يبقى مين هو دراج اوف تشويس؟ نفرض دكتور علاء رزع لك الاثنين وقال لك وصل، وجاب لك هنا اتريال تاكيكارديا وباروكسيسم، اخد ده ولا اخد اخوه؟ طبعا اخد ده. دكتور علاء راجل برنس، مين اللي بيعالج من الاخر؟ ده دراج اوف تشويس، يبقى ده اللي هختاره. لقيت الاثنين في الاختيارات وما كانش توصيل، ونادر ما بيجيب اختيارات في الفارما، لقيت حط الاثنين. قال لك دراج اوف تشويس يبقى ده، جاب لك توصيل يبقى يا اخد ده ما اخدش الثاني، ده اهم من الثاني في علاج الاتريال تاكيكارديا. طبعا عشان بيزود السيستول والدايستول، فانا اقدر اقول انه بيعالج الهايبو تنشن. جميل، ده كده بميثوكسامين العاشق الامين بذمه وضمير. اخوه العاشق الخائن يعشق الفا 1 ويخونه عند بيتا 1، فكان عندي الفازو كونستريكشن مقبول وبسيط ومدرت عادي جدا. جميل جميل. نخش على اللي بعده. تالت دواء من ادويه البرد اصلا بنسميه الايفيدرين. ايفيدرين او دواء مشهور جدا جدا في ادويه البرد. نادر تلاقي دواء برد ما فيش فيه افيدرين او اخوه السودو افيدرين المصنع منه. طيب يا دكتور ده بيشتغل ازاي؟ والله تعالى، ده بيشتغل اندايركت. نجمع كده الحاجات اللي كانت بتشتغل اندايركت. الدوبامين في الهاي دوز كان الدوبامين عموما كان اندايركت. مين كمان كان اندايركت؟ الفينايل افرين. مين كمان؟ الافيدرين. دول 3 اندايركت لحد دلوقتي. وعرفنا شغل الاندايركت انه بيروح يحفز النيورون عشان تطلع النور ابنفرين، ويشتغل هو على الالفا والبيتا. كلام مش مهم. نيجي للشغل المهم، دايركت. زيه زي الفينايل افرين بيشتغل على الفا 1، حلو، وبيشتغل على بيتا 1. يزيد عنها انه بيشتغل على بيتا 2. جميل، يبقى بيشتغل على 3 ريسبتور الافيدرين. نخلص من بيتا 2 بكلمه واحده، انه بيعمل برونكو دايليتيشن. جميل. نخلص من الفا 1 انه بيعمل فازو كونستريكشن، يزود البريفرال ريزيستنس، يزود الدايستول بلاد بريشر، واللي يزود الدايستول بلاد بريشر يعمل ريفلكس برادي كارديو. لحد دلوقتي الجو جميل. نيجي بقى على بيتا 1 نفصل فيها شويه. هنقول ان بيتا 1 قبل ما نتكلم بوزيتيف اينوتروب، بوزيتيف دروموتروب، بوزيتيف كرونوتروب. طيب بوزيتيف كورونو كان بيزود الهارت ريت. جميل. واللي يزود الهارت ريت كان يزود الكاردياك اوتبوت. جميل. واللي يزود الكاردياك اوتبوت كان يزود السيستوليك بلاد بريشر. جميل، كلام معروف معلوم. له بوزيتيف دروموتروب
ما يهمناش هنا. وله بوزيتيف اينوتروب، يعني بيزود الكونتراكتيليتي، يعني الكونتراكشن بيزيد قوته. جميل جميل. نيجي بقى نشوف اليوزز. انا درست الاكشن، طبعا كل ده كلام مكرر قديم، ما دام انت تذاكر حاسه الريسبتور عارف كل الكلام ده. قال لك والله بص احنا بنستخدمه كنازل ديكونجستنت زي مين؟ زي الفينايل افرين بالميكانيزم بتاع الالفا 1. جميل، ده استخدام معروف قلنا من شويه. بيتا 2 تخليه برونكو دايليتور، كان يعالج البرونكوسبازم اللي جاي بسبب الرجي، يبقى بيعالج الالرجي او الالرجيك ديس اوردر. مين كان خدنا فيه كلمه الرجيك ديس اوردر قبل كده؟ كان الاي نفرين بالبيتا 2 افكت بتاعه. جميل جميل. بالبيتا 2 برضه اقدر اعالج الازمه، بس انهي ازمه؟ قال لك بص لو هي كرونيك عالجها، يبقى كده انا عندي 2 في الكرونيك ازمه، هنا بيتا 2 الافيدرين والسلكتيف بيتا 2 اخوهم اللي كان انهي واحد في الاربعه؟ السلبتامول او الالبيتيرول. جميل جميل جدا. طيب بيعالج ايه؟ قال لك انا ممكن اعالج اكيوت بس تكون مايلد، لو سيفير ما اقدرش، يبقى اقدر اعالج اكيوت مايلد او اعالج كرونيك ازمه زي السلبتامول. جميل ده، جميل جدا. نيجي بقى على ان بي، مين اقوى الافيدرين ولا الابنفرين؟ والله قال لك بص الابنفرين اقوى، لكن كان بيتكسر بالمو والكومت وبيتاخد بالامين بابتيك بامب، يبقى له شورتر ديوريشن. يبقى الفيدرين اقوى من الابنفرين، لكن الابنفرين بيشتغل مده اطول. تمام، هي دي الفكره. نقول كده معلومه لينا احنا كصيادله، مش بعيد عن المنهج، بعيد عن المنهج يعني مش مهمه في المنهج. ليه انا بقول لك هنا الاكيوت المايلد مش السيفير؟ السيفير انا محتاج دواء اقوى يعمل برونكو دايليتيشن، فبنتنقل لعيله الانتي ازماتيك دراج. لو درسنا شابتر ازمه هنبقى ندرسها. لكن ادويه البرد تعالج ازمه اللي هي فيها شويه برونكوسبازم كده بسيط وتكون مايلد جدا، او كرونيك، لان الكرونيك في الغالب بيكون مايلد، فاقدر هي اسند معايا دواء البرد. انما عشان اعالج ازمه سيفير انا محتاج انتي ازماتيك دراج. جميل جميل. باقي لنا 3 ادويه شبه بعض مش هناخد فيهم وقت. حبيب القلب امفيتامين. الله، حبيب القلب فعلا. وهناخد اخوه بقى الاقرب للقلب اللي هو الميث امفيتامين بتاع بريكنج باد او هايزنبرج. طيب الامفيتامين ده بيشتغل ازاي؟ قال لك بص يا حبيب قلبي اندايركت فقط. لما يسالني ما هو الدواء اللي بيشتغل اندايركت ويسكت، اخد امفيتامين، او اخد لي كمان شويه الميث امفيتامين. باقي الادويه اللي بتشتغل اندايركت معاها دايركت ميكانيزم، ده اونلي اندايركت. يعني الامفيتامين بيروح يحفز النيورون تطلع النورابينفرين وهي تشتغل على الفا وبيتا. حلو حلو. قول لي بقى حبيب القلب ده بيستخدم في ايه؟ والله حبيب القلب ده بيستخدم في اوبستي الله، الامفيتامين اللي بيعمل دماغ بيشتغل في الاوبستي والسمنه. ازاي؟ ما هو لما يطلع نور ابنفرين بيروح يشتغل على الفا 1. الفا 1 فين؟ في البرين. الفيتامين احلى ميزه فيه عكس الدوبامين، لايبوفيليك. يعني ايه؟ يعني كروس البلاد برين بارير. جميل. اشتغل فين؟ على السي ان اس. جميل. ويشتغل على البرين. عكس مين؟ حاجه كمان هناخدها قريب. تمام.
يبقى هو بيشتغل على البرين. يشتغل على الساتيتي سنتر اللي فيها الفا 1 ريسبتور، ما هو طلع نورابينفرين في البرين، يشتغل على الفا 1 الموجوده في الساتيتي سنتر في البرين، يعمل لوس اوف ابيتايت. حلو. طب تاني يوز يا حبيب القلب، مرض بنسميه فرط الحركه وعدم الانتباه، attention deficit disorder. يعني ايه attention disorder؟ ده بيكون عند الاطفال حركته عاليه ومش مركز، بيهبل كده، بيهبل، ده بنسميه فرط الحركه وعدم الانتباه. بيعالجوا مين حبيب القلب؟ الامفيتامين. جميل جميل. عرفنا ان الامفيتامين بيشتغل فين؟ اونلي سي ان اس في البرين، اونلي في البرين. انا مش همسح عشان ناخد اخوه جنبه. ناخد اخوه. الميث امفيتامين بتاع بريكنج باد، قال لك هو بيشتغل زي اخوه سي ان اس في البرين لو كان سمول دوز، عليت يشتغل بريفرال، لو هاي دوز. جميل. يبقى ايه الفرق بين الامفيتامين والميث امفيتامين؟ الامفيتامين دائما ابدا بيشتغل سي ان اس وكروس بلاد برين بارير، هنا حسب الدوز. لو دوز هشتغل لك في السي ان اس، عليت هشتغل لك بريفرال، بس لا ما ينفعش، لازم معاها سي ان اس ال. تمام. عليت الدوز اشتغل لك في المركز وبره المركز، سنترال وبريفرال. وطيت الدوز هشتغل لك في الدماغ بس، سنترال. طيب نيجي بقى نشوف، عرفنا الشغل السنترال وهيعمل نفس الشغل attention deficit disorder، وهيعمل عندي الاوبيستي. جميل. نيجي بقى نشوف الشغل البريفرال. قال لك بريفرال هيزود النور ابنفرين، هيروح يشتغل على الكيو ريسبتورز، يشتغل على الفا 1، يشتغل على بيتا 1. على بيتا 1 من الاخر كان بيزود السيستوليك بلاد بريشر. مش محتاجين نعيد بقى كرونو تروب ويزود الكاردياك اوت بوت، لانه يزود الهارت ريت، يزود السيستوليك بلاد بريشر، حفظنا الكلام ده. والفا 1 عرفنا الفازو كونستريكشن اللي بيؤدي الى زياده ايه؟ الدايستوليك بلاد بريشر. يبقى اللي بياخد 100 امفيتامين بيحصل عنده زياده في البلاد بريشر. بريفرال. انا جبت سيره بلاد بريشر والحاجات دي في الامفيتامين؟ لا، ده شغال في الدماغ بس، اللي لعب لي على الساتيتي سنتر ولعب لي على مركز الحركه والتركيز اللي هو وعالج الاتنشن ديفيسيت ديسوردر. طبعا نيجي بقى نقول ان الامفيتامين ده، واحد يقول لي يا دكتور ده امفيتامين، اقول لك نعم، امفيتامين از دراج اوف ابيوز. يبقى بنسميه، لو اتسالت في الامتحان ما هو الدراج اوف ابيوز، هتقول له امفيتامين. اوعى تقول له امفيتامين، هما الاثنين ابيوز بس دكتور علاء بيقول لك الامفيتامين هو الابيوز. حلو. يعني ايه ابيوز بقى؟ يعني بيعمل عندي ديبندنس، ما تقدرش تعيش من غيره، تبقى تعبان من غيره، ويعمل توليرانس. يعني ايه توليرانس؟ خدناها قبل كده، التعود، محتاج تعلي الدوز عشان تاخد نفس الايفكت. ديبندنس، انا مش قادر اعيش من غيره، لازم اخده، اذا هو دراج اوف ابيوز. تاني ان بي على الامفيتامين انه عندي منه 2 انانشومر، دي امفيتامين وال امفيتامين، شغل اورجانيك. مين الاقوى؟ طبعا الدي هو الاقوى. الدي امفيتامين اقوى من ال امفيتامين. الديكسترو امفيتامين اقوى من الليفو امفيتامين. ده بس انا عايزك تعرفه، انه دراج اوف ابيوز، ما اقدرش اعيش من غيره، ولازم اعلي الدوز كل فتره عشان اخد نفس الايفكت، والدي منه اقوى من ال منه. جميل. اخر دراج عندي في الحصه الميتا رامينول. الميتا رامينول، فرق بينه وبين الميتا بروتيرنول. الميتا بروتيرنول كان سيلكتيف بيتا 1 في اول الحصه، هنا الميتا رامينول. ايه فكره الميتا رامينول؟ قال لك بص، هو بيشتغل طريقه اندايركت، وعرفنا يعني ايه، مش محتاجين نعيد، وبيشتغل بطريقه دايركت. ولان ده اخر دواء في الادرينرجيك اجونست، فمش هنكتر كلام فيه ونقول له انه بيشتغل على الفا
وبيشتغل على بيتا، ونسكت لا نفسر ولا نقول بيتا كام ولا الفا 1. دكتور علاء زهق واحنا زهقنا. يبقى الميترامينول بيشتغل دايركت واندايركت، دايركت على الفا وبيتا، واندايركت عارفين شغله. بيعالج ايه؟ خش على المفيد، سؤال الامتحان اللي بيجي كل سنه ان شاء الله. بيعالج الهايبوتنسيف شوك. جمع لي كده الهايبوتنسيف شوك اللي خدناهم في المنهج قبل ما نقفل الحصه. اول واحد كان النورابينفرين، تاني واحد كان الدوبامين بس كان في ايه؟ في الهاي دوز. اخر واحد هو الميتارامينول. يتميز الميتارامينول بس انه بيعالج الهايبوتنسيف شوك وبيتاخد اورال. لو جاب لك في السؤال كلمه اورال لا ينفع نور ابنفرين ولا ينفع دوبامين في الهاي دوز. اورال مع هايبوتنسيف شوك هو الميتارامينول اونلي فقط. كده الحمد لله خلصنا جزء الادرينرجيك اجونست دراج اللي تشتغل على الالفا والبيتا. هنكمل بقى جزء دكتور علاء وناخد فيه الادرينرجيك بلوكينج دراج. هنقفل الفا وهنقفل بيتا. شكرا جدا لكم.